وأبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة التوقعات العالمية لسنتي 2023 و2024. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أحبابي الكرام، جاهزين؟ التوقع رقم 1، يعني عندي 30 توقع أحبابي الكرام، يعني احفظوها. هناك بعض التوقعات قلتها منذ أكثر من 6 أو 7 أشهر، يعني سبق وأن عبرت رؤى في قناتي الثانية، قناة أسرار غامضة، ثم قناة تقوم إعادة التأويل، وهذه القناة الرسمية قناة المعبر المغربي محمد المجاهد. سبق وأن قلت بعض التوقعات يعني في أكثر من 6 أو 7 أشهر. لا يأتي أحد ويقول هذا التوقع قالته ليلى عبد اللطيف، أو يعني هناك 4. يعني التوقعات الباقية أحبابي الكرام هي توقعات جديدة إن شاء الله تعالى. وفي هذا اليوم أحبابي الكرام، التوقع رقم 1: زلزال عظيم في بلاد المشرق يصل تأثيره إلى إفريقيا وأوروبا. هذا هو التوقع رقم 1: زلزال عظيم في بلاد المشرق يصل تأثيره إلى إفريقيا وأوروبا. التوقع رقم 2: بركان ينفجر في البحر الأبيض المتوسط ويكون له تأثير على أوروبا وبلاد تونس. أعيد التوقع رقم 2: بركان ينفجر في البحر الأبيض المتوسط ويكون له تأثير على أوروبا وبلاد تونس. التوقع رقم 3: انفجار مهول في دولة البرازيل. البرازيل ستعرف انفجار أحبابي الكرام، انفجار كبير جدا. التوقع رقم 4: انفجار يقع في محطة نووية بأوكرانيا. أعيد توقع رقم 4: انفجار سيقع في محطة نووية بأوكرانيا. التوقع رقم 5: أوروبا ستشتعل بالثورات. نقول عنه ربيع أوروبي، لكن ليس كأي ربيع. أوروبا ستشتعل بالثورات، والسبب تدني مستوى المعيشة وكثرة الأزمات، وسنرى لاحقا تفكك الدول الأوروبية وبداية نهاية عملة الأورو. أعيد نص هذا التوقع. توقع رقم 5: أوروبا ستشتعل بالثورات، والسبب تدني مستوى المعيشة وكثرة الأزمات، وسنرى لاحقا تفكك الدول الأوروبية وبداية نهاية عملة الأورو. التوقع رقم 6: زلزال يضرب فرنسا وربما في داخل الأراضي الفرنسية. أعيد التوقع رقم 6: زلزال سيضرب فرنسا وربما سيكون في داخل الأراضي الفرنسية. التوقع رقم 7: زلزال سيضرب دولة البرتغال. التوقع 7: زلزال سيضرب دولة البرتغال. التوقع 8: زلزال عظيم يضرب دولة إيطاليا وسيصل مداه إلى تونس. أعيد نص هذا التوقع أحبابي الكرام: زلزال عظيم يضرب دولة إيطاليا وسيصل مداه إلى تونس. التوقع رقم 9: الزلزال الذي سيضرب إيطاليا يمكن أن يؤثر على أحد المحطات النووية. نعم أحبابي الكرام، قلت في التوقع رقم 9: الزلزال الذي سيضرب إيطاليا يمكن أن يؤثر على أحد المحطات النووية. التوقع رقم 10: تسونامي سيضرب الكويت. التوقع 10: تسونامي سيضرب دولة الكويت. التوقع رقم 11: العالم مقبل على حروب جرثومية وأنصح بتخزين الطعام والشراب مجددا. نعم أحبابي الكرام، أنصح بتخزين الطعام والشراب مجددا. نعم أحبابي الكرام، يعني هذا التوقع خرجت به ليلى عبد اللطيف مؤخرا،
والإخوة يعلمون أنهم منذ أكثر من 3 أو 4 سنوات سبق وأن نصحت الناس بتخزين الطعام والشراب بناء على رؤية يوجد فيها الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ونعيد هذا الأمر وننصح الدول وننصح الأفراد بتخزين الطعام والشراب. فهناك حرب جرثومية في أواخر سنة 2023 أو في سنة 2024. نعم أحبابي الكرام، في توقع 11 قلت العالم مقبل على حروب جرثومية، وأنصح بتخزين الطعام والشراب. توقع 12 المكسيك سيعاني من الحرائق والفيضانات وكذلك كثرة الثلوج. الإخوة الذين يعيشون في دولة المكسيك أقول لهم المكسيك ستعاني من الحرائق والفيضانات وكذلك كثرة الثلوج. التوقع رقم 13 في الشهور المقبلة أو الأيام المقبلة سنسمع عن اتحاد بين هذه الدول. نعم سنسمع عن اتحاد بين روسيا والصين وكوريا، والفاهم يفهم أحبابي الكرام. وفي التوقع رقم 14 أقول زلزال عظيم سيضرب دولة الأرجنتين. حينما أقول زلازل كبيرة أو عظيمة فأنا لا أتحدث عن زلازل بمقياس 4 أو 5. نعم أقول في التوقع رقم 14 زلزال عظيم سيضرب دولة الأرجنتين. التوقع رقم 15 دخان عظيم في الكرة الأرضية سيحجب أشعة الشمس لأيام. أعيد توقع رقم 15 دخان عظيم في الكرة الأرضية سيحجب أشعة الشمس لأيام. نعم أحبابي الكرام، التوقع رقم 16 الثلوج سوف تتساقط بحجم حبة تفاح أو أكثر. سبق وأن قلت هذا التوقع وتحقق، لكن هذا التوقع سيتكرر أيضا. أعيد الثلوج سوف تتساقط بحجم حبة تفاح أو أكثر. التوقع رقم 17 زلزال كبير منتظر، زلزال كبير منتظر في مصر وحدث في الإسكندرية. وحينما أقول زلزال كبير أحبابي الكرام أنا هنا لا أتكلم عن مقياس 4 أو 5 أو 6. نعرف أن الزلزال ضرب سواحل مصر بدرجة 4.5. نعم أحبابي الكرام، وحذرت في بثوث مباشرة كما حذرت في قنوات غير قناة معبر المغربي محمد مجاهد أن مصر سوف تتعرض لحدث كبير. ودخل بعض الظرفاء ليقولوا لي مصر بلاد محروسة تغطى ونام إلى غير ذلك. أقول للشرفاء في مصر توقعاتي شرعية، لا نستمع إلى هؤلاء المرضى، علينا أن نأخذ الأمور بجدية. أعيد توقع رقم 17 زلزال كبير منتظر في مصر وحدث في الإسكندرية. الرقم 18 توقع رقم 18 7 دول ستدخل إلى مناوشات وصراعات وربما هي حرب. قد تكون هذه الدول في قارة آسيا والله أعلم. التوقع رقم 18 7 دول ستدخل إلى مناوشات وصراعات وربما هي حرب. قد تكون هذه الدول في قارة آسيا والله. في التوقع رقم 19 حرب بين دولتين عربيتين للأسف، والفهم يفهم. أعيد توقع رقم 19 حرب بين دولتين عربيتين للأسف. التوقع رقم 20 تسونامي محدود صغير سوف يضرب بلاد الجزائر. تسونامي محدود أو تسونامي صغير سوف يضرب سواحل الجزائر. توقع رقم 21 زلزال كبير يضرب دولة الهند وتسونامي. هذا الزلزال يمكن أن يشعر به جميع الدول تقريبا. أقول توقع رقم 21 زلزال كبير دولة الهند وسنرى تسونامي كذلك، وهذا الزلزال يمكن أن يشعر به جميع الدول تقريبا. في التوقع رقم 22 إشعاعات تنتشر في أوروبا خاصة في فرنسا. التوقع رقم 22 إشعاعات تنتشر في أوروبا خاصة في فرنسا. التوقع رقم 23 بولندا والسويد تتعرضان لهجوم مفاجئ. التفاصيل سترونها على شاشات الأخبار.
أعيد توقع رقم 23: بولندا والسويد تتعرضان لهجوم مفاجئ، التفاصيل سترونها على شاشة الأخبار. التوقع رقم 24: العالم سيشهد اكتشاف مدينة أثرية تحت الأرض. في التوقع 24: العالم سيشهد اكتشاف مدينة أثرية تحت الأرض. التوقع رقم 25: حدث مهم في فلسطين، وبدل أن نسمع عن حل الدولتين سنسمع نداءات رسمية تطالب بتحرير كامل أراضي فلسطين. أعيد هذا التوقع رقم 25: حدث مهم في فلسطين، وبدل أن نسمع عن حل الدولتين سنسمع نداءات رسمية تطالب بتحرير كامل أراضي فلسطين. التوقع رقم 26: حدث كبير في فرنسا يكون سببا في عودة المهاجرين المغاربة إلى المغرب، وسوف نرى قوافل السيارات وازدحام على أماكن العبور. نعم أحبابي الكرام، وتوقعوا هذا الحدث، وسيأتي يوم لتقول قال المعبر المغربي محمد مجاهد. هي رسالة للمتغربين. نعم، توقع رقم 26: حدث كبير في فرنسا يكون سببا في عودة المهاجرين المغاربة إلى المغرب، وسنرى قوافل السيارات وازدحام على أماكن العبور. التوقع رقم 27: حدث لا يدعو للاطمئنان سيكون في مكة المكرمة حفظها الله تعالى. نعم، حدث لا يدعو للاطمئنان سيكون في مكة المكرمة حفظها الله تعالى. التوقع رقم 28: زلزال آخر سيضرب شمال إيطاليا. يعني تقريبا هناك زلزالين عظيمين. تكلمت عن الزلزال الأول، وهذا زلزال آخر سيضرب شمال إيطاليا ويصل تأثيره إلى تونس والجزائر. يعني وهذا نداء لتونس: حذاري من تسونامي، قد أخذنا الدرس من ليبيا. نعم أحبابي الكرام، المطلوب توخي الحذر. التوقع رقم 28: زلزال آخر، قلت نعم، توقع رقم 28: زلزال يضرب شمال إيطاليا ويصل تأثيره إلى تونس والجزائر. التوقع رقم 29: ارتفاع أسعار الذهب سنة 2029-2024. والتوقع الأخير رقم 30: رموز كبيرة في الدولة المصرية في خبر كان. أعيد توقع 30: رموز كبيرة في الدولة المصرية في خبر كان. نعم، قدمت لكم أحبابي الكرام 30 توقع. بسم الله. نعم أحبابي الكرام، قدمت لكم 30 توقع، وأقول للمنجمين والفلكيين مرة أخرى: خذوا ما شئتم، وأقول للقنوات الأخرى: خذوا ما شئتم، وبدل أن تقابلوا سبحان الله الخير بالخير. نعم أحبابي الكرام، أتعرض للمئات من البلاغات الكاذبة وملاحقة القنوات حتى سبحان الله يضغطوا على هذه القناة، وحتى لا تنتشر هذه المعلومات، ليخرجوا في وقت لاحق ليقول توقعت ليلى عبد اللطيف، أو توقع هذا المنجم، أو توقعت تلك القناة، وهكذا. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. إلى هنا أنهي هذا البث المباشر، وترقبوني في بث مباشر